السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ كده مع بعضينا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامحوني علشان صوتي واطي شوية، تعبانة حبة، بس قلت أسجل لكم الفيديو ده. انتي رايحة فين يا حبيبة؟ أنا رايحة عند الدكتور. امبارح كان المهرجان اللي هو الجمعة، والنهاردة السبت كان عندي ميعاد مع الدكتور. كنا حاجزين من 10 ايام لان هو بياخد وقت طويل عمال ما بنحجز عنده. فالنهارده كان الميعاد بتاع الدكتور. رايحه فين؟ انا رايحه المنيل. الدكتور بتاعي هناك اللي عامل العمليه، انا رايحه له العياده لاني مش بنلاقيه كتير في المستشفى. فانا رايحه له العياده علشان كنت عامله تحاليل قبل فرح سلمى وما كنتش وديتها، فرايحين نوديها. دعواتكم ربنا يجبر بخاطري ويرضيني وتطلع الإشاعات والتحاليل تكون كويسة. احنا خدنا توك توك كده من عند البيت، ودينا محطة المترو بتاعة المرج الجديدة علشان احنا هننزل في الملك الصالح. فاحنا مش عايزين نفضل واقفين على حالنا. هنا كنت بصور لكم بقول لكم ان في محطة المترو حجز للقطور القطر يعني بتاع السكة الحديد. ففي مكان هناك بيحجزوا تذاكر في للقطورة يعني. تمام. هنا بقى جينا المحطة بتاعة المترو بتاعة المرج علشان ناخد المترو من اوله ما نقفش يعني، عشان لو ركبنا من المرج القديمة او من عزبة النخل بيبقى زحمة ومش بنلاقي مكان نقف، فبناخد المترو من اوله. فهنا بقى كنا طالعين السلم بتاع المترو وهنروح عند الدكتور ان شاء الله. هصور لكم واحنا هناك. طبعا انا مسجله الفيديو بعد ما كنت رحت للدكتور. زي ما انتوا شايفيني الشكل كده صافي. مرتاحه. كنا نايمين من ساعه ما رجعنا من المهرجان من الساعه 8 بعد ما صلينا المغرب لحد تاني يوم. بعد الظهر كده نمنا فتره طويله لان كنا قبليها انا والبنات مطبقين عشان كنت بحضر الحاجه بتاعه المهرجان. فكنت قايمه وما كنتش طبعا لسه عرفت اي حاجه عن اللي الدكتور هيقولهولي، او كنت ما سمعتش الخبر اللي ضايقني وزعلني. انتوا نفسيكوا هتشوفوا فرق كبير بين الشكل في الفيديو ده والفيديو اللي انا رايحه فيه المستشفى. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. اختصارا هنقول لكم ايه اللي تم. هتخليكم معايا كده في الفيديو وانا هعرفكم واحده واحده. انا قراري كان واقف بقاله سنه. وما كنتش باخد الكيماوي لان كانوا رافضين يدوني كيماوي تاني علشان خاطر بيقولوا ان انا استوفيت كل الجرعات بتاعتي من بعد العمليه. تمام. فقعدت فتره طويله ما اخدش، شهور طويله جدا، لحد ما حد ربنا كرمه ورضاه، وكان فضل ربنا كبير عليا. انسانه محترمه، ربنا يجازيها خير ويجعله في ميزان حسناتها، هي وكل حد من عندها وقف معايا ووقف جنبي. فلما عرفت الموضوع ادتني خدت 3 جرعات. الرابعة خدتها كنت انا في الرعاية لما جاتني جلطة في القلب، وانا ما كنتش اعرف الجلطة جت بسبب ايه. ده جت بسبب ان المرض وصل عندي في القلب، فكان ده سبب الجلطة. ومن ساعتها ما خدتش علاج تاني. فحتى التدهور بتاع الحالة كان يعتبر من قبل ما اخد ال3 جرعة يعتبروا 4. سنة طويلة عريضة مفيش علاج، فبالتأكيد لازم كل حاجة ترجع زي ما هي. بس عايزة اقول لكم على حاجة، ان انا لما عملت عملية زرع النخاع انا ما عملتهاش عشان اخف من اللي انا فيه، لا، هم عملوا العملية علشان خاطر يخلوا الاماكن السليمة ما يجيلهاش المرض. اما الاماكن المصابة اللي انا بتعالج منها من زمان من 2013 هي نفس الاماكن لسه مريضة لسه عيانة.
يعني العملية ما خفتهاش. هنا بقى كنا عند الدكتور، استنينا الدور بتاعنا وكده، دخلت للدكتور وكمان خرجت. كتب لي تحويل على معهد ناصر ان انا ارجع لهم هناك، لازم نعمل قرار، لاني للاسف قال لي الحالة اتدهورت، وان الحالة الصحية بتاعتي المرض هجم بهجمة شديدة جدا، وكتب لي على 24 جلسة كيماوي مكثفين. انا كنت باخد كل 15 يوم، دلوقتي هاخد كل اسبوع، يعني 4 مرات في الشهر. هنا بقى كنا نزلنا من عند الدكتور، فمروان عشان كان بيزن وبيعيط كان عايز يروح معانا، فقال لي مش عارفة هاتيلي وجبة منين كده، ولا هي اللي عارفة اسمه هارد اتاك ولا معرف كنتاكي، معرفش والله. فجبنا له وجبة كده فيها لعبة أطفال. هنا بقى كنت قاعدة بتكلم، كنت هعمل الفيديو بصوت، فكنت بقول لكم ايه اللي تم عند الدكتور. وبعد كده بقى لما جمعت الفيديو على بعضه ورحت اتكلمت عليه بصراحة. فكل اللي يجيبه ربنا كله كويس، نحمد ربنا على كل شيء. انا راضية باللي ربنا يقسمهولي ويكتبهولي، طالما واقفة على حيلي، واقفة على رجليا، و... وقادرة اروح واجري على المستشفيات، هو ده اللي انا بتمناه. ادعوا معايا بس ان ربنا يكرمني بحد ابن حلال، وان الوزارة توافق ترجع لي العلاج تاني، لان بجد صعب جدا 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 ان انا اخد على حسابي. انا عايزة اقول لكم انه زمان من بعد ما عملية الزرع والقرار وقف، احنا خدنا 2 أو 3 على حسابنا. ده في الاول خالص، مش ال4 الاخرانيين اللي حد اداهم لي، لا، ال4 الاخرانيين دولت كانت الواحدة ب11,000 جنيه. لا، ده انا كنت باخد في 2020 و2021 كانت الحقنة ب7,300. دلوقتي الحقنة ب9,800. فاستحالة استحالة، مفيش حاجة طبعا بعيدة عن ربنا، ولا حاجة تكتر على ربنا، ولا أمر ربنا. بس أنا من وجهة نظري أنا مش معايا المبلغ ده، مش معايا إن أنا آخد كل أسبوع، يعني عايزالي في الشهر 40,000 جنيه. مين اللي معايا 40,000 جنيه؟ فادعولي، ادعولي. أنا بعمل الفيديو ده علشان تدعولي إن ربنا يكرمني ويوقف لي ولاد الحلال، وإن شاء الله القرار يتقبل. على الأقل المصاريف أو الحاجات اللي هي بتبقى عادية ديت بتبقى مقدور عليها. أما تمن الحقن نفسها، خصوصا إن في حاجة جديدة جدت، في اسم دواء أنا مش متذكرة اسمها دارة، حاجة زي كده تقريبا. حتى إحنا لما رحنا المستشفى عملنا قرار ب3 أنواع من الأدوية، 2 كيماوي و1 كورتيزون، دول هاخدهم. اما دارة دي مش موجودة، فعملوا لي جواب هتشوفوه دلوقتي ان انا اروح بيه جمعية مرسال، هي جمعية خيرية بتخرج الحقن ديت او الادوية الناقصة اللي معهد ناصر. فكل اللي يجيب ربنا كله كويس، انا ارضى راضية بقضاء ربنا. معلش سامحوني انا متلخبطة، الدنيا لفة بيا بقالي 3 ايام. اللي يشوف فرحتي يوم المهرجان وضحكت انا وبناتي واتبسطنا ورجعت فرحانه ومبسوطه، ما يشوفني سبت وحد، والنهارده كمان الاتنين حاسه ان انا في دوامه. هنا بقى كنت دخلت للدكتور وخدت منه الورق، وكانت سلمى بتصور لي هي اوراق كتيره من القديم عشان احط ده مع ده عشان نعمل القرار. الاوضه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اللي انا باخد فيها الكيماوي. هنا بقى وصفولي من معهد ناصر علشان اروح، كتبت على الجوجل فروع مرسال، فطلع لي اقرب حاجة الدقي. فركبت بقى من مترو من جنب معهد ناصر اللي هو من الخلفاوي، نزلت الدقي. رحت هناك ادوني كارت وادوني رقم للدوسي بتاعي، وقالوا لي هتتحط تحت قائمة الانتظار، وكمان هستنى الدور.